قصتنا النهاردة بتبدأ مع بنت اسمها كايا، وللأسف بسبب ظروف حياتها الصعبة بتضطر تتحمل المسؤولية بدري، وحياتها بتعاني من مشاكل كتيرة جدا، وده لأن أمها ماتت من فترة في حادثة، ومن ساعتها وهي متأثرة جدا من جواها، وبتعيش مع باباها وأخوها الصغير لأن دول كل عيلتها دلوقتي. وفي الفترة الصعبة دي صاحبتها كلير بتصمم تاخدها يخرجوا ويغيروا جو شوية، وبتوافق كايا وبتروح علشان تستأذن باباها الأول، وبتلاقيه كالعادة واقف بيصلح القارب ووشه حزين بسبب موت أمها. وبنفهم إن القارب ده أصلاً اللي أمها عملت بيه الحادثة وماتت، وبتحاول كايا توسيه على قد ما تقدر، وبتطلب منه فلوس وبتقوله أنا خارجة مع صاحبتي ومش هتأخر. وفعلاً بيوافق وبتخرج بسرعة علشان تقابل كلير في المكان اللي اتفقوا عليه. وأول ما بتشوفها بتتحمس قوي للخروجة اللي اتفقوا عليها، وبتحكي لها كلير إنهم مش هيكونوا لوحدهم، وهيجي معاهم جو وأخوه. وأول ما كايا بتعرف بتتضايق شوية وبتحس إنها مش هتستريح في وجودهم، وده لأنها أصلاً بتحب تقعد لوحدها كتير وملهاش في الزحمة ولا حوار التعارف ده. وطبعاً بترفض من غير أي تفكير، ولما كلير بتزعل وبتفضل تتحايل عليها بتضطر توافق في الآخر. وبعدها بيبدأوا يتكلموا مع بعض عن رحلتهم، وبيعرض جو عليها يأجروا قارب آلي علشان يقدروا يروحوا بيه للجزيرة اللي موجودة في المنطقة، وبيوافقوا يروحوا مع بعض لهناك. وللأسف محدش منهم كان متوقع إنهم رايحين للموت برجليهم، وبيروحوا يأجروا قوارب صغيرة وبيركبوا فيها وبيروحوا في اتجاه الجزيرة وهم متحمسين جدا، وكل حاجة بتكون ماشية مظبوط جدا في الأول، والمية حلوة وصافية والجو جميل. وبعد كام ساعة أخيرا بيوصلوا للجزيرة وبينبهروا بجمالها، وبيروح جو مع كلير يتمشوا شوية، وبتفضل كايا قاعدة قدام ريان في البحر، وبتبدأ لأول مرة تستمتع بوقتها شوية بعد كل المعاناة اللي بتشوفها في حياتها. وبيقعدوا ساعات طويلة هم الأربعة على الجزيرة، وبيعملوا أنشطة كتير جدا، وبيقضوا وقت جميل من غير أي ملل. ولما الجو بيبدأ يليل بيقرروا يرجعوا، وبتركب كلير مع جو في نفس القارب، وفي المقابل كايا بتركب مع ريان، وبيمشوا كلهم على سرعة واحدة لحد ما جو بيستظرف وبيزود السرعة بتاعته جدا بطريقة مستفزة. وطبعا القارب اتقلب بيهم في المية بسبب اللي عمله وبيقعوا هما الاتنين. وفي نفس الوقت ده ريان وكايا ما بياخدوش بالهم خالص وبيكونوا ماشيين من غير ما يبصوا قدامهم، وللأسف ريان بيخبط هو كمان وبيتصاب جو بسببهم، وحالته بتكون وحشة جدا وبيختفي في الأعماق. وهم كمان القارب بتاعهم بيتهز جامد وبيتقلب بيهم هم كمان في المية، فتجري كلير علشان تمسك كايا لأنها أصلا مش بتعرف تعوم. وبيقربوا من ريان لأن هو كمان اتصاب وبيحاولوا يساعدوه، وبيتوتر ريان وبيخاف جدا على أخوه وبيفضل يدور عليه في كل مكان وبينادي على اسمه بصوت عالي، وبيحسوا إن ممكن يكون غرق ومات وجثته اختفت في المية. وطبعا مفيش أي حاجة بإيديهم يعملوها بما إن القوارب بتاعتهم كمان باظت، وبيلاقوا نفسهم في قاب المحيط ومش عارفين يتصرفوا إزاي. وبعدها بشوية بيبدأوا يسمعوا صوت، ولما بيبصوا كويس حواليهم بيكتشفوا إن في سمكة قرش بتلف في المية وقريبة جدا منهم، وبيحاولوا يفضلوا في مكانهم من غير ما يعملوا أي صوت لحد ما القرش ما يختفي. وبعدها بكام دقيقة بيشوفوا قارب من بعيد، وبيفضلوا ينادوا بصوت عالي وبيحاولوا يلفتوا نظره بكل الطرق. وفعلا القبطان راي صاحب القارب بيشوفهم وبيروح بسرعة بالقارب بتاعه علشان يساعدهم، وبيطلع ريان أول واحد لأنه مصاب، وبعدها بيساعد البنات علشان يطلعوا وبيتأكد إنهم بخير، وبينزل للدور الأرضي علشان يجيب شوية أدوية ليهم، وبتروح كلير وراه علشان تساعده وتشكره على اللي عمله معاهم. والغريب إن عدى وقت طويل جدا ومفيش أي حد فيهم رجع للسطح مرة تانية، لدرجة إن كايا بتقلق جدا وبتحس إن في حاجة غلط. ولما بتنزل لتحت بتلاقي راي واقف لوحده، وبيقول لها إنه بيدور على دواء لريان علشان حالته تتحسن شوية، وبيلف وشه كأنه بيجيب إزازة الدواء. وفجأة بيمسك قطعة قماش وبيهجم على كايا وبيتخانق فيها بكل وحشية لحد ما بيغمى عليها في الآخر. وأول ما بيتأكد إنها مغمى عليها بياخدها وبينقلها في أوضة غريبة. وطبعا ما بيفرقش معاه ريان اللي بيموت وإصابته الخطيرة لأنه عايز البنات وبس. وبعدها بكام ساعة كايا بتفوق وبتلاقي نفسها محبوسة في أوضة ومقفول عليها، وبتفوق كلير وبتعرف إن هي كمان محبوسة. ولما بيبصوا حواليهم بيلاقوا علامات غريبة على كل الحيطان، وفي كلمة مساعدة مكتوبة كتير جدا بين الكلام، وكمان في خصل شعر ستات كتيرة جدا مرمية في كل مكان. وبيفهموا طبعا إن في ستات غيرهم حصل فيهم نفس الحوار ده، وإنهم مش أول ناس تتحبس هنا. وبعدها بكام ساعة بيفتح الباب اللي فوق وبيرمي شوية سمك ليهم علشان ياكلوا، وكمان السمك بيكون ني.
وبتتحايل راي يسيبهم وبتقوله إن أخوها الصغير أكيد مستنيها وحالته وحشة جدا من غيرها. وفي المقابل راي بيزعق في وشها وبيأكد لها إنها خلاص مش هتخرج من هنا مرة تانية، وبيقفل الباب عليهم وبيبدأ يومه زي ما متعود كل يوم، وبيشغل موسيقى بصوت عالي جدا وبيقطع السمك اللي اصطاده علشان يعمل الأكل ولا كأن حاجة بتحصل. ولحد دلوقتي مش واضح هو بيعمل إيه في الستات اللي بيخطفهم ولا عايز منهم إيه. وفي نفس الوقت راي بيفضل مرمي مكانه مش قادر يتحرك بسبب الجروح اللي في جسمه، وكمان هيموت من كتر الجوع، وراي رافض يديله حتى شوية مية. وبتفضل البنات محبوسة في نفس الأوضة، وفجأة وهم قاعدين بيسمعوا صوت قارب تاني بره، وبيفرحوا جدا وبيتمنوا إن حد يجي يساعدهم. وللأسف في الآخر الشخص اللي جاي ده بيطلع الدكتور راي جايبه مخصوص علشان يعالج ريان، ودي حاجة غريبة جدا ومش مفهوم ليه راي بيعمل كده أصلا. وبيشرح للدكتور حالة ريان كويس قوي وكل اللي حصل معاه بالتفصيل، وبعد ما بيخلص بياخده وبينزل للبنات وبيصمم إنه يفحصهم ويعالج الإصابات اللي عندهم، وفعلا بيعالج جرح كلير. وفي نفس الوقت كايا بتكون شامة إن اللي بيحصل ده وراه حاجة تانية، وبتفضل تبص الراي طول الوقت. وبعد ما الدكتور بيخلص الفحص بيديلهم شوية أدوية وبياخدوه راي وبيقفل عليهم الأوضة مرة تانية. وفجأة بيبدأوا يسمعوا صوت ريان بيصرخ فوق وبيقلقوا عليه خالص، والصدمة الأكبر إن الدكتور جاي علشان يسرق أعضاء ريان، وبيبدأ يعمل كل ده والولد لسه عايش بكل وحشية. وبنفهم إن راي بيشتغل معاه من فترة طويلة وبيخطف الناس وبيجيبهم لوسط المحيط وبيسلمهم للدكتور وبيقبض فلوس كتيرة جدا في المقابل. وبيفضل ريان يصرخ طول الوقت من كتر الألم ومش قادر يتحمل، وبعد ما بياخدوا كل أعضائه بيلفوه في حاجة وبيرموا جثته في البحر. وأول ما البنات بتحس بهدوء بيفهموا إن ريان اتقتل وأكيد راي يتخلص منه والدور جاي عليهم، وفعلا بينزلوا هما الاتنين لتحت وبيقربوا من كلير وبياخدوها بالعافية. ولما كايا بتحاول تساعدها راي بيضربها وبيغمى عليها في الآخر، وبيطلعوا بكلير للدور التاني وبيجهزوها علشان ياخدوا أعضائها هي كمان، وطبعا بيعملوها بطريقة وحشة جدا. وفي الوقت ده كايا كانت بتسمع صوت كلير وهي بتصرخ وبتتأكد إنها لسه عايشة وتقدر تنقذها. وبعد مجهود كبير جدا بتوصل للسطح وبتجري بسرعة علشان تنقذ صاحبتها من الموت. ولما بتدور في الأوضة بتلاقي سلاح وبتاخده وبتستخبى في جنب علشان راي ما يشوفهاش، وبتشجع نفسها علشان تتحرك أول ما الفرصة تيجي. وأول ما بتظهر قدام الدكتور وبتهدده بالسلاح اللي معاها بيتصدم إزاي قدرت تخرج من الأوضة، وبيفكر إنها مش هتقدر تأذيه وهتخاف تضربه بالسلاح. وفي الآخر بتضربه بالسهم وبيتصاب وبيقع على الأرض، ومن كتر قوته بيهجم عليها وبيحاول يقتلها. وفي اللحظة دي كلير بترجع لوعلها وبتجري بسرعة وبتضربه بالسكينة أكتر من مرة علشان تنتقم منه. ومن حظهم الحلو إن راي ما بيكونش حاسس بكل اللي بيحصل ومش عارف إنها هربت أصلا، وبيكون عندهم وقت يفكروا هيخرجوا من هنا إزاي. وبتفتكر كلير إن الدكتور جاي بقارب تاني وأكيد قريب جدا منهم، ولو قدروا يعرفوا مكانه ممكن يهربوا بيه من هنا. وفعلا بينطوا في المية وبيبدأوا يدوروا على القارب التاني في كل مكان حواليهم. وأول ما راي بيطلع فوق وبيشوف جثة الدكتور بيفهم اللي حصل وبيعرف إنهم أكيد بيحاولوا يهربوا دلوقتي ولازم يلحقهم. وبيفتش بالكشاف بتاعه في المية لحد ما بيشوفهم هما الاتنين وبيحدد مكانهم وبيحاول يروح بسرعة بالقارب بتاعه لقارب الدكتور. وأول ما بيروح يشغل الموتور بيلاقيه عطلان وبيضطر ينزل لتحت علشان يصلحه، وبيتصدم إن الأسلاك كلها مقطوعة، وده لأن كايا هي اللي عملت كده وبوظت المحرك قبل ما تهرب. وفي الوقت ده كلير بتتألم جدا بسبب الإصابة اللي في جسمها وما بتكونش قادرة تعوم خالص، وبتحاول كايا تساعدها بكل قوتها علشان يوصلوا للقارب. ولما بتحس إن الوضع صعب بتسيبها في مكان وبتطلب منها تستناها هنا لحد ما تروح لوحدها تجيب القارب وتيجي علشان تاخدها. وللأسف الأمواج بتكون عالية جدا وبتفضل تضرب في كلير يمين وشمال، وجسمها خلاص مش قادر يتحمل وحالتها بتكون أصعب من الأول بكتير. وفي الوقت ده كايا بتفضل تعوم بسرعة كبيرة لحد ما أخيراً بتقدر توصل للقارب اللي بتدور عليه،
وأول ما بتدخل لأوضة المحرك بتتصدم إن المفتاح مش موجود، ومش بتكون عارفة تتصرف إزاي لأن صاحبتها مش هتقدر تتحمل أكتر من كده. وبالصدفة بتلاقي جهاز الراديو وبتحاول تتواصل مع أي حد وتطلب المساعدة بسرعة، وبعد مجهود كبير وأكتر من محاولة بتقدر تتواصل مع خفر السواحل وبتشرح لهم الوضع اللي هي فيه بالظبط، وإن هي وصاحبتها في خطر وفي راجل مجنون خاطفهم وبيحاول يخلف عليهم. وفي المقابل الضابط بيتفهم موقفها وبيشرح لها إنه مش هيقدر يحدد موقعهم إلا لما تشغل جهاز التتبع اللي موجود في القارب، وبيبدأ يقول لها تدور عليه فين وتشغله إزاي. وبتجري كايا وبتدور في كل مكان وبتقلب القارب كله علشان تلاقي جهاز التتبع، فبتتوتر أكتر وبترجع تدور تاني زي المجنونة لحد ما بتلاقي سلاح إشارة وبتقرر تاخده لأنه أكيد هينفعها. ومن حظها الحلو إنها بتلاقي جهاز التتبع كمان وبتشغله بسرعة وبتروح علشان ترميه في البحر على أمل إن الشرطة تلاقيهم بسرعة. وأول ما بتطلع بره بتتصدم من صوت غريب بيقرب عليها، وبتكون عارفة إن مستحيل دي تكون كلير، وده لأنها مش هتقدر تعوم بالسرعة دي. وطبعا بتتوقع إنه راي وبتترعب جدا منه وبتحاول تستخبى في أي مكان، وبتمسك سلاح وبتستخبى في الأوضة، وطبعا قلبها بيدق جامد من كتر الخوف والرعب اللي حاسة بيه. وبيروح راي يدور عليها في كل مكان زي المجنون والغضب باين عليه، وبتجمع شجاعتها وبتخرج لسطح القارب مرة تانية. وللأسف فجأة راي بيظهر قدامها وبيقف في طريقها، وقبل ما تتصرف أو تفكر تقوم من مكانها وتدافع عن نفسها بيضربها بالسكينة في بطنها. والغريب إنها بعد كل ده بترفض تستسلم للموت، وبتغير نظرتها ليه وبتبدأ تبصله وعينيها كلها دموع وبتستنى الوقت المناسب. وأول ما بيقرب منها كفاية بتضربه بمسدس الإشارة في وشه وبتشوفه وهو بيولع قدام عينيها، وبتستغل الفرصة دي وبتمسك مسدس الإشارة تاني وبتستعد علشان ترميه في المية، وبتبدأ تزحف على الأرض من كتر الألم وبتحاول توصل للمية بأي طريقة، وبتمسك نفسها على آخر لحظة وبتقف على رجليها بالعافية وبترمي الجهاز في المية. والصدمة الكبيرة إن الجهاز وقع على حافة القارب، وبعد كل ده موصلش للمية برضه، ومن كتر ما هي تعبانة ما بتقدرش تتحمل أكتر من كده وبيغمى عليها في الآخر. وبعدها بفترة الحظ بيكون في صفها والموج بيبقى عالي جدا لدرجة إنه بيخبط في القارب بقوة وبيقع جهاز التتبع في المية بسببه، وبعدها على طول بيعمل صوت إنذار عالي وبيبعت إشارة عن طريق البحر. وبعدها بكام ساعة الشرطة فعلا بتوصل لمكانهم وبيبذلوا مجهود كبير جدا في الطريق بسبب الضباب والموج العالي. وأول ما بيوصلوا للقارب بيلاقوا كايا مرمية في الأرض ولسه مغمى عليها وحالتها وحشة جدا، وطبعا بينقلوها بسرعة وبيبدأوا يعملوا إسعافات أولية علشان ينقذوها. وفي الوقت ده باقي الشرطة بتفتش القارب وبيلاقوا جثة ري المحروقة، والصدمة الأكبر إنه أصلا مجرم معروف والشرطة بتدور عليه بقالها فترة طويلة. وفي الآخر بيلاقوا كلير مرمية في المية وماسكة في عوامة صغيرة ومغمى عليها، فبيسحبوها على طول وبيطلعوها من المية وبيبدأوا يعالجوها. وفي الوقت ده كايا ما بتكونش قادرة تتكلم خالص من كتر التعب، وبتفضل تبص على كلير من بعيد وهي ساكتة خالص، بس بتطمن إنها لسه بخير ولسه عايشة. وطبعا محدش منهم بيصدق إنهم لسه عايشين بعد كل اللي حصل معاهم ده، وهل هيقدروا يرجعوا لحياتهم الطبيعية مرة تانية ولا لأ؟ ولحد هنا بتنتهي أحداث قصتنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.